بصوا يا جماعه، عشان مش هقدر اسكت اكتر من كده. ناس كتيره جدا الايام دي طبعا عماله تتكلم عن اكتف والباسيف، مبني المعلوم مبني المجهول. فانا جاي يعني ايه احسم الموضوع ده. ليه اصلا يعني مبني المجهول اساسا ان انا اقول ان حاجه اتعملت او هتتعمل وما اقولش مين اللي عملها. ليه؟ لسببين. يا اما الموضوع مش مهم مين اللي عملها، انت ليك تعمله خلاص، العربيه هتتغسل، ليك تنزل تلاقي العربيه زي الفل. يا اما الفعل فعلا مجهول ونفسنا نعرف، يعني فلان موبايله اتسرق، اللي هو ما نعرفش مين اللي سرقه، ما نعرفش اسم الحرامي او هويته. يعني ده ازاي بقى بيتعمل في الانجليزي؟ اسمع نمط الجمل اللي جايه دي. الايميل اتبعت، الايميل has been sent. الحرامي اتمسك، the thief has been arrested, has been caught. طب الموبايل اتشحن، yeah, the phone has been charged, the phone has been charged. واحد يقول لي ان has been وتصريف تالت، ده لو حاجه لسه حاصله من شويه. مش ملاحظ ما قلناش مين اللي قبض على الحرامي ولا مين اللي شحن التليفون، مجهول. طيب the email has been sent، الايميل اتبعت. استخدامك ل has been ده معناه ان ده حصل مش من زمان، من شويه. يعني دي اخر حاجه مهمه حصلت بخصوص الايميلات. لو من زمان، من اسبوع، من شهر، من 5 سنين، يبقى the email was sent. والحرامي ده اتقبض عليه زمان برضو من 10 سنين، يبقى the thief has been ولا was يا باشا. برافو عليك. الحقيقه اتعرفت هو من زمان. قصه قديمه، حوار قديم من شهر كده، من 20 سنه، من مليون سنه. The truth was known. واحد يقول لي قشطه، يبقى has been تصريف تالت من شويه، was من زمان. طب لو حاجه هتتعمل ومش عارفين مين اللي هيعملها، يعني مثلا السلم هيتنضف مثلا، يبقى the stairs will be cleaned. العربيه هتتغسل، the car will be washed. والحرامي ده هيتقبض عليه تاني، هو عامل اشتراك معاهم. The thief will be arrested again. ربك لما يريد أحلامنا هتتحقق. Our dreams will be achieved. وكلامنا هيتصدق. And our talk will be believed. والابسنت هيعود، لا ما فيهاش passive. يبقى في هنا في verb to be is, was, has been, is being حسب الزمن، و past participle. مثلا العربية بتتغسل دلوقتي حالا، يبقى the car is being washed. الفيديو ده لازم يتشاف تاني. This video must be watched once again.